الا ما كانوش الحواف ديال البيتزا كيجيو هكذا مفسخين ومنفوخين فارغين من الداخل، فعرفي باللي كاين شي خلل يا اما في العجينه ويا اما يعني طريقه العجن يا اما في المقادير، ولكن غالبا المقادير. ولهذا غادي نعطيكم في هذا الفيديو مقادير مضبوطه ديال جوج ديال البيتزات من الحجم 28 سنتيم حتى 30 سنتيم في القطر. هنا بسم الله على بركة الله دايرة 300 غرام ديال دقيق الفرص الأبيض، و30 غرام ديال دقيق الفينو الأصفر، 3 غرام ديال الخميرة، 5 غرام ديال الملحة، ملعقة ديال زيت الزيتون، كاس ونص عنبة ديال الماء. غير كنخلطو فقط، ما كنعجنوها ما حتى شي حاجة. صافي كنهزوها كنحطوها في واحد البواطه ديال البلاستيك وكنغلق عليها وكنخليها. الا كان الحال سخون كنخليها في الثلاجه يا اما نهار كامل يا اما ليله كامله. انا وجدتها يعني باش يعني نصايبها في العشيه، فانا وجدتها مع 11 ديال الصباح صافي، وخليتها حتى ل5 د العشيه لان الخميره قليله. ودابا خلاص راه الجو بارد خليتها غير على برا وصافي. من بعد ما حسيت بها بنت لي ان داك البواطه صافي عراقت، يعني راه طلعت فيها الخميره العجينه، كنجي بحال كنفرغها من الهواء وكنهزها وكنطويها على نفسها باش كتعطيني الطوع في الخدمه ملي كنكون باغا نطلق العجينه ديالي. هنا غادي نغلق عليها ونخليها تزيد واحد ساعه ديال المكانه، وعاد غادي نرجع. هانتوما كتشوفوا من بعد ما اكتملت الاختمار ديالها، شوفوا كطيح بوحدها وجات رائعه ومبوقه من الداخل كلها فراغات من الداخل. هنا خصنا نحاولوا عليها، ما خصناش نخويو من هذاك الهواء. صافي هانتوما كتشوفوا قسمتها على جوج باش غتعطيني جوج ديال الكويرات. شوفوا كنطلقها غير من الوسط، شوفوا ما شاء الله كيفاش مجعبه من الداخل العجينه، وكذلك ساهله علينا الخدمه. يعني منين كتكون كنفرغوها من الهواء وكنرجعوها كتختمر مره اخرى كتجي ساهله للخدمه. هانتوما كتشوفوا كيفاش كنطلقها فوق يديا ساهله ما كتقطع ما حتى شي حاجه. صافي هذه الثانيه غادي نديرهم في اللاطه ديال الفران وكنكون مسخنه الفران من قبل. السر ديال البيتزا باش كتجي ناجحه هو كنزيدوا الفران، يعني الفران خص يكون على اعلى درجه، وكندير شويه ديال الدقيق من تحت كل البيتزا باش كتعطينا ديك ريحه الدخان بحال طايبه على العواد. هنا درت لاصوص طوماط اللي وجدتها من قبل، راه كاين الفيديو في القناه الا بغيتو تشوفوه، راه فيه الطريقه ديال هكا هاد الفلفله هذه اللي راني كندير من الفوق، والصلصه ديال البيتزا، الصلصه ديال الطماطم بصفه عامه، وكذلك المعجون ديال الفلفله. فبالتالي كنخلط المعجون ديال الطماطم والمعجون ديال الفلفله فكيعطوني الصوص ديال البيتزا، وكنزيد معاه شويه ديال الاعشاب المنسمه وصافي. هنا غادي ندير البيتزا ديالي بالكفته، درت الكويرات ديال الكفته وشويه ديال البصله الخضاريه الا كانت موجوده، الا ما كانتش ماشي مشكل. على كل حال العماره كتبقى كل وحده وشنو اللي عندها في دارها. كندير زويتنات من الفوق وطوماط سوريز وكندخلها الفران كطيب. من بعد ما كتبقى واحد دقيقه باش نخرجوها كنضيف الفرماج من الفوق باش داك الفرماج ما كيتحرقش معنا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتهم من الفران. الحواف راهم محمرين وكما كتشوفوا فارغين من الداخل جايين رائعين، يعني لهاد البيتزا هذه بحال ديال المحلات تماما. جات ممتازه وهشيشه. وعاد نقول لكم راه حاجه ديال الدار كتبقى ديال الدار. نقاع وعرفنا شنو كناكلو وعرفنا يعني جميع المكونات اللي درنا في هذه البيتزا كنعرفوهم، يعني المصدر ديالهم كيفاش من ناحيه النظافه ومن ناحيه الجوده والطراوه. صافي هانتوما كتشوفوا جات رائعه ومفسخه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذه الطريقه هذه. راني عطيكم مقادير مضبوطه اللي غادي تشكروني عليها. هانتوما كتشوفوا ممتازه ممتازه، هذه البيتزا هذه رائعه. صافي هذا هو الشكل النهائي. نتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم ما تنساوناش باللايك والاشتراك. الى اللقاء.